السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اليوم إن شاء الله نتعلم كيف نقص الدرع الجسميكو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله حنزل لكم درس على خياطة وتفصيل الدرع الجسميكو. هذا هو الدرع. أولا احنا بنثني الدرع فوق بعض. طبعا طول الدرع بيكون طوله هو الأساسي، اللهم إنه إذا كان في واحدة قصيرة ممكن إحنا نقصر من طول الدرع. طيب بعد ما ثنيت الدرع إحنا لازم نوزن الحاشية فوق بعض. الحاشية فوق بعض يعني الحاشية اللي من جهة الخلف أو الظهر وحاشية الأمام. بما إني حاشية مقوسة، شوفوا يا بنات، لازم نحط التقويسة فوق التقويسة عشان أثناء الخياطة يكونوا موزونين، مش نخلي يعني التقويسة فوق 7. ضروري تكون التقويسة فوق التقويسة تماما. طيب بعد ما ثنيت الدرع ودبست الحاشية فوق بعض، الخطوة الثانية حنقوم أولا بإخراج القماش هذا الزايد مع ترك من 2 إلى 3 سنتي للخياطة والتنظيف. تمام. طبعا أنا ممكن إني أثني الدرع فوق بعض وأقصهم مع بعض مرة واحدة، بس أنا ما حسوي كذا. ليش؟ لأنه أحيانا شوفوا يا بنات بيجي القماش الزيادة هذا عريض وبيكون في الجهة الثانية أقل من العرض الأول. يعني مثلا شوفوا هذا عندي مش عريض مرة، وفي الجهة الأخرى لاحظوا انه اعرض. يعني هنا مسافة ممكن نقول شبر او 20 سنتي، وفي الجهة الاخرى مسافة شيز او نقول 15 سنتي. في الحالة هذه يفضل انه احنا نقص على طول القماش كل جهة لوحدها، وبعدين نثني القماش فوق بعض، لانه اصبحت عندنا الحواشي حنحطهم فوق بعض. بدأت القص من الأسفل إلى الوسط إلى الأعلى على هذه المسافة اللي بتشوفوها، مسافة من 2 إلى 3 سنتي. بهذا الشكل. يعني إحنا طلعنا هذا القماش الزيادة اللي هو في الجوانب. أيضا الجهة الثانية حقصها نفس الطريقة، وهذه الجهة الأخرى نفس الشيء، قصينا الجهتين مع بعض. يا بنات حابة أنوه لكم شيء مهم، إنه إذا كان هذا الدرع حتلبسها واحدة سمينة، يعني بيكون دوران صدرها 150 130 120. طبعا يا بنات لا تطلعوا هذه الزيادة من القماش كثير، ممكن تطلعوا بس 4 سنتي أو 3 سنتي. وفي زبونات بيحبوا إنه يكون الدرع عريض، بالذات لما تكون الزبونة سمينة، فما بنطلع أي شيء، بنخلي الدرع مثل ما هو. بتكون الخياطة من عند نسيج القماش أو العاتق باللهجة اليمنية. تمام. فممكن تخلوه مثل ما هو. حبيت إني أعمل لكم هذه الملاحظة علشان في بنات بيسألوا بيقولوا طيب لو كانت سمينة الزبونة نطلع هذه الزيادة ولا لا؟ لو كانت سمينة يا بنات، سمينة جدا، لا تطلعوا هذه الزيادة، خلوها مثل ما هي. هذه الزيادة بنطلعها للمقاسات العادية اللي هي المقاسات من لارج إلى إكس لارج. طبعا سمول وميديوم هذه أيضا مقاسات صغيرة. بنطلع هذه الزيادات عشان الدرع يكون عرض طبيعي، يعني ما يكون زيادة في العرض. طبعا أنا ما أريد أتكلم كثير عشان الفيديو ما يطول. طيب أنا خلاص بعد ما قصيت الجهتين، عندي هنا الآن أسفل الدرع. شوفوا هنا أسفل الدرع، طبعا أنا مدبسة الدرع من الجهتين، وثنيت من البداية ثانية يعني موزونة وثانية صح. فلاحظوا إنه أيضا عندي في أسفل الدرع في جهة طويلة وجهة قصيرة. تمام. يعني مش موزون، الدرع نفسه مش موزون.
فأول خطوة حنقوم بوزن الدرع، حنقوم بوزنه أو القصة المستقيمة اللي هي حتكون أسفل الدرع. في حالة لو كانت الزبونة قصيرة، يعني مثلا طولها بيكون 110 115، يعني في بعضهم بيكونوا قصيرين، يعني في الحالة هذه احنا لازم نطلع الزيادة من طول الدرع. فممكن احنا نطلع الزيادة قبل ما نقص الجوانب وقبل ما نثني الدرع الثانية النهائية، بحيث ان احنا ممكن نطلع قطعة يعني كبيرة قد كذا، يعني هيكون طولها مثلا 40 سنتي 30 سنتي، يعني قطعة ممكن احنا نستفيد منها في شيء آخر. تمام، أو شيلة أو يعني أي شيء ممكن نستخدمها لأي شيء. أما إذا كان الطول العادي اللي هو بيكون طول المرأة من 135 من 130 إلى 140 سنتي إلى أطول، فبنخلي طول الدرع مثل ما هو، لأنه الدرع دائما بيكون لازم يكون طويل. هذه ملاحظات حبيت إني أنوهها لكم قبل الخياطة. الآن أنا حثني الجانب إلى فوق الجانب الآخر هذا الشكل، ونراعي إنه الحاشية تكون على الحاشية تماما. تمام، وممكن إني أثني الدرع كامل عشان ألاحظ وزنية الدرع يكون أفضل. ثنيت الدرع كامل، الدرع تمام، طلع كله موزون. الآن أنا حقص أسفل الدرع هذه الجهات اللي هي مش موزونة. شوفوا لاحظوا عندي هذه قصيرة وهذه طويلة، أقوم الآن بقص الدرع قصة موزونة ومتوازية. طلعت الزيادات. الآن يتبقى عندنا قصة الرقبة، فتحة الرقبة. الآن حنقص الرقبة. عندنا هذا جهة الأمام والخلف، حتكون يعني الرقبة ممكن نحددها بالمتر، وممكن إن إحنا نعمل بالبنان، يعني ممكن نعمل 4 بنان ونعمل إشارة. ممكن ناخد بالمتر 7 سنتي، والنزول بيكون بداية 3 بنان والأمام بيكون شيز. يعني هنقص بهذا الشكل، حنزل أول شيء بنانتين أو 3 بنان. تمام، وبعدين شوفوا هاخذ جهة واحدة، يعني الخلف أنا الخلف حشيلها، حخلي فقط الأمام. طبعا أكون ماسكة هذا المكان مكان الكتف، وبعدين حمسك كذا وسط الأمام وأنزل القطعة الداخلية اللي هي الخلف بهذا الشكل. وارجع للثانية من جديد، واكون هعمل هنا دبوس وهنا دبوس. عملت دبوس عند الكتف ودبوس في الوسط. الآن هاخذ مسافة طول فتحة الأمام، يعني أنا هاخذها شيز بهذا الشكل، أو بالمتر حتكون 15 سنتي. وبعدين أحدد نوع الفتحة اللي اشتيها، سواء كانت مربع أو دائرية. أنا هاخذها بشكل مربع، هقص هكذا، وبعدين أطلع خط مستقيم إلى جهة الكتف. تمام، شوفوا الآن معي هنا، شوفوا الفتحة هذه الأمام الطويلة، وهذه المرتفعة حتكون الخلف. لازم إن إحنا لما نقص فتحة
فتحة رقبة الدرع أمام وخلف تكون مختلفين عن بعض، ما نقصهم الاثنين يعني أمام وخلف نفس القصة، لأن الدرع ما بيكونش موزون على الجسم، بيكون في أثناء اللبس في تلاعب، يعني بينزل الدرع إلى الأسفل أو بيرتفع إلى الخلف. فهذه القصة. الآن حنقوم بالخياطة. حبدأ في الخياطة. طبعا حقوم بخياطة الجوانب، وعند خياطة الجوانب حقوم بالخياطة مع ترك مسافة لفتحة الكم. حتكون هذه الفتحة مسافتها نفس دوران الزند، يعني حناخد دوران الزند كما طلع دوران الزند المقاس، حنخلي الفتحة هذه حسب دوران الزند. وهذا الدرع بعد ما صار جاهز بعد الخياطة. مثل ما بتلاحظوا يا بنات، عندنا هنا الجوانب، لاحظوا ان الحاشية مقابل بعض او التقويسة مقابل بعض. وهذا الدرع بعد ما صار جاهز. طبعا انا لبست المونيكان، طبعا بيكون فوق الزبونة نفسها بيكون اجمل، لانه الجسم مثل ما بتعرفوا مليان، بيكون بيطلع احلى. عندنا هنا رقبة الامام والخلف، طبعا هي معمولة بالماكينة بالزجزاج. طبعا لو حبينا ان احنا نعملها بالخيط والابرة تكون خياطة مخفية نظيفة بيكون اجمل، بس طبعا كل زبونة حسب طلبها.